اهلا بيكم في قناتي مطبخ سوجي. النهارده هنعمل مع بعض السمنه البلدي المرمله الحلوه اللي انتوا شايفينها دي، وهنعمل كمان من السمنه مرطه. ناس كتير بتحبها، هقول لكم ازاي بنطلعها، وكل ده ببلاش من غير فلوس خالص. هقول لكم ازاي طول السنه يبقى عندك سمنه بلدي ببلاش. اول حاجه احنا بنجيب اللبن البلدي، نقول بسم الله من عند لبان يكون كويس، ونغليه ونسيبه في التلاجة لتاني يوم بيطلع طبقة القشطة اللي انتوا شايفينها دي. طبقة القشطة دي بقى اللي انا هجمعها يعني على المدى اللي تحبوه بقى على حسب استهلاككم اللبن البلدي، في علب بقى بلاستيك او في اطباق كده، وتتغطى كويس وتتشال في الفريزر. لما تعملي بقى كمية حلوة كده من القشطة ديت نشتغل بيها على طول ونعملها سمنة بلدي. هوريكم دلوقتي انا كنت مجمعة قد ايه. ديت العلب بتاعت القشطه اللي انا كنت مجمعاها. طبعا في رمضان كلنا بنستخدم اللبن البلدي عشان نعمل بقى زبادي وحاجات زي كده، فكنت بجمع القشطه واشيلها في الفريزر زي ما شفتوا. العلب ديت اللي كان فيها القشطه. طبعا هطلعها بقى وهي ساقعه كده، ما استناش تفك ولا اي حاجه خالص، واجيب بقى حله عندي، حله بقى ستانلس، يفضل ستانلس او المونيوم، بلاش السيراميك او الجرانيت يعني عن تجربه. دلوقتي هنفضي كل القشطه بتاعتنا اللي هي متلجه زي ما طلعناها من الفريزر كده، ما نسيبهاش تفك ولا حاجه. وهضيف ليها بقى كوبايه كبيره من الزيت، الكميه دي تقريبا حوالي كيلو ونص من القشطه. هضيف ليها كوبايه كبيره من الزيت، وطبعا لازم يكون زيت نوع نضيف، يكون دوار الشمس، هو بيتحمل اكتر الحراره عن زيت الذره. طيب فايده الزيت دي ايه؟ هتخليها ما تقعدش وقت كتير على النار، لاننا لو اخدنا القشطه ديت زي ما هي كده وحطيناها على النار هتاخد وقت طويل جدا على ما تسيح او تتحول لزبدة. الاقصد لسمنة بلدي، هيبقى طعمها حلو جدا برضو وسمنة بلدي وكل حاجة، بس هتاخد وقت طويل جدا على النار، وهتقل كمان قوي، يعني هتقل النص تقريبا. لكن كوباية الزيت دي بتخليها ما تاخدش وقت طويل على النار، وبتخليها ما تقلش وتعمل كمية حلوة قوي. انا دلوقتي حطيتها بقى على نار هادية، وده بعد مرور 10 دقايق بدأت تفك زي ما انتوا شايفين كده. هسيبها وكل شويه هبص عليها واقلبها، كل 10 دقايق نبص عليها كده ونقلبها. ده بعد مرور نص ساعه بدات بقى تغلي وبدات تعمل وش زي ما انتوا شايفين كده. هفضل برضو اقلب فيها واسيبها زي ما قلنا على النار هاديه، ما نعليش النار ابدا. هي هتاخد تقريبا حوالي من 3 ل4 ساعات على نار هاديه. زمان لما كنا مامتنا او جداتنا بتسيح السمنه البلدي، الزبده اقصد، كانت بتاخد وقت طويل على النار، وكانت بتعمل ريحه كده في البيت حلوه قوي. هو ده اللي انتوا هتحسوه مع القشطه بالزيت على النار بالظبط، هيديكوا نفس الريحه وهتاخد نفس الوقت. بصوا بعد مرور حوالي ساعه ونص بقى شكلها كده. شايفين انا باخد من الجنب كده عشان اوريكم، اتكون زي لون شفاف زي الزيت كده. هو ده بقى السمنه بتاعتنا اللي بتتكون. هقلب برضو وهسيبها زي ما هي، وممكن اديها بقى رشه خفيفه كده من الملح، ما نزودش ملح عشان لو حبينا نستخدم السمنه دي بعد كده في الحلويات ما تديناش طعم ملح. اهو ده الشكل اللي انا بقول لكم عليه. بصوا تحت كده في طبقه من الزيت ازاي. القشطه بقى اتسيحت ويعني كونت لنا السمنه البلدي. هسيبها زي ما هي كده، كل شويه هقلب واسيب لحد لما الاقي كل الرغوه اللي على الوش ديت او اللون الابيض ده بيقل بقى واحده واحده، هيفضل يقل يقل، والزيت او لون الزيت اللي هو شكل السمنه وهي سايحه هو ده اللي هيبتدي يبقى غالب معايا زي ما انتوا شايفين كده. كل القشطه عندي اتحولت لسمنه زي ما انتوا ما شايفين، وخلاص قربت تستوي. نسيبها كمان بقى تقريبا يعني حوالي نص ساعه لحد ما اللون الشكل الابيض ده يختفي ويتحول له كمان للسمنه. هتعمل لنا كمية حلوة جدا تقريبا كده. انا وزنتها بعد ما هديت خالص وحطيتها في علب، ولقيتها عملت تقريبا كيلو 100 جرام، يعني ما شاء الله حلو جدا. وزي ما قلت لكم سمنه بلدي ببلاش، ما اشتريناش حاجه، احنا القشطه كده كده بنجمعها، والزيت عندنا موجود في البيت. خلاص كده السمنه جاهزه معايا، اسيبها تهدى خالص وتبرد تماما عشان ما نحطهاش في حاجه بلاستيك بعد كده الدنيا تبوظ معانا. انا دلوقتي هصفيها عشان ناخد المرطه اللي تحت ديت. هي دي المرطه اللي قلتلكوا عليها. ناس كتيره بتحب تاكلها كده بعيش بس سخن، وفي ناس كمان بتعملها بالبيض، يعني بتقلي بيض وتحط عليه معلقه من المرطه دي، بيبقى طعمها حلو قوي. انا هنا هصفيها بقى. بصوا العلبه ما شاء الله اتملت سمنه بلدي، طعم وريحه ملهاش حل، تحفه جدا.
ابتدي بقى اصفي المرطه بتاعتنا كده واحطها في طبق لوحده او في علبه او في برطمان بغطا، واصفي كده السمنه ديت واسيبها بقى ادخلها التلاجة واوريكم شكلها ازاي مرمله وازاي حلوه قوي بعد ما تسقع كده في التلاجة وتجمد. هنا ده علبه السمنه البلدي طلعت لي زي ما قلت لكم كيلو تقريبا و100 جرام، وهنا تقريبا حوالي ربع كيلو من المرطه دي برضو على فكره بتتباع وبتتباع برضو غاليه مش رخيصه، فكده يعتبر وفرنا جامد جدا. نغطي بقى السمنه بتاعتنا ونحطها في التلاجة ساعتين 3 عشان تجمد، واوريكم ازاي قد ايه هي مرمله وناعمه ولونها حلو قوي. بصوا شكلها عامل ازاي بعد ما اتجمدت شويه في التلاجة. طبعا يعني الناس بقى اللي بتعرف وخبره في السمنه البلدي هتعرف بقى من الصوره دي. شايفين قد ايه مرمله وريحتها تحفه. جربوها بقى، انا جربتها في حلويات وجربتها في اكل عادي، بصراحه طعم وريحه ملهمش حل. جربوا الطريقه ديت في السمنه البلدي، فعلا فعلا احلى طريقه عملتها واحلى طريقه جربتها. بجد ان شاء الله انا هعملها كده على طول. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد بكل سهوله، وما تنسوش كمان تعملوا لايك وشير للفيديو. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.